ومما ينبغي التركيز عليه في هذه الليلة الدعاء للإمام صاحب العصر أرواحنا له الفداء، لأنه صلوات الله وسلامه عليه هو صاحب هذه الليلة ويزداد فيها شرفا وكرامة. سئل الإمام الباقر عليه السلام عما إذا كان يعرف ليلة القدر، قال عليه السلام: كيف لا نعرف والملائكة تطوف بنا فيها. فالملائكة تطوف بالإمام صاحب العصر، وعليه تنزل الملائكة والروح، لأن ليلة القدر باقية، وتتنزل الملائكة والروح في كل ليلة القدر في كل سنة. فعلى من تتنزل الملائكة والروح في هذا الزمان؟ تتنزل على صاحب العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وتعرض عليه ما قضى الله تبارك وتعالى به على العباد في تلك الليلة إلى العام المقبل، فينظر عليه السلام فيها في هذه الصحائف التي دونت بها من كل أمر دون فيها إلى السنة المقبلة، فينظر عليه السلام فيها ويدعو لأصحابها بما يناسبهم، لأنه هو حجة الله الفعلية في هذا الزمان على جميع المخلوقات. ويستحب الإكثار من دعاء: اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن عسى أن نحظى بنظرة كريمة منه نستكمل بها الكرامة عند الله تبارك وتعالى، ثم لا يصرفها عنا بجوده وكرمه.